اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. ازيكم؟ عايزه اقول لكم في البدايه كده ان انتوا وحشتوني جدا جدا. عارفه ان انا اتاخرت عليكم جدا في الفيديوهات، وعارفه ان انا مقصره في حق القناه، والصراحه عارفه كمان ان ريتش القناه بتاعي وقع جدا جدا. بس في الحقيقه انتوا عارفين ان انا يعني بحب دايما ان انا اقدم لكم المحتوى اللي يشجعكم ويديكم طاقه ايجابيه. وانا في الحقيقه الفتره اللي فاتت يعني الحمد لله مريت بظروف، يعني ما كنتش عايزه ان انا مثلا اطلع لكم بطاقه سلبيه، او ان انا يعني اقدم لكم حاجه انتوا ما تستفادوش منها. عاوزه اقول لكم ان انا القناه بتاعتي هتقف. فانا في الحقيقه قلت بقى اسجل معاكم الفيديو ده. الفيديو ده معايا بقاله فتره كبيره جدا، قلت بقى اطلع بيه كده لحد بقى ايه ما نستعيد نشاطنا ونجدد الطاقه بتاعتنا ونرجع لبعض ان شاء الله بفيديوهات حلوه جدا جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه. زي ما انتوا شايفين كده بقى انا دخلت على الاوضه، طبعا دي اوضه الاطفال. وزي ما انتوا عارفين انا دايما استعمالي دايما لاوضه الاطفال، لان يعني انا والبنات بس لوحدينا، فاستعمالي كله بيبقى في الاوضه دي. وطبعا احنا كنا في فتره الشتاء زي ما قلت لكم، الفيديو ده بقى له فتره معايا على التليفون. دخلت بقى كده على الأوضة. أول حاجة طبعا مسكت الشباك بتاعي، طبعا فتحت الستارة وقلت بقى ايه ندخل طاقة كده وندخل الشمس الأوضة، ونعمل بقى روتين حلو كده في الأوضة زي ما انتم شايفين. طبعا الفترة دي كانت زي ما قلت لكم كده انا ما كانش عندي طاقة، وكنت صحيا ونفسيا ومعنويا في الحقيقه ما كنتش قادره اقدم اي محتوى. ما كنتش قادره زي ما قلت لكم ان انا اطلع عليكم بطاقه سلبيه، او ان انا مثلا اطلع بفيديوهات لا انتوا هتستفادوا منها ولا انا هستفاد منها. انا بحب دايما الفيديو بتاعي يكون فيه طاقه، بنشجع بعض، بنحاول نحمس بعض. انا نفسي لما بشوف حد في قنوات معينه كده انا متابعاها، لما بتفرج عليها وبحس يعني بالنشاط فيها كده، بتلاقيني كأني بصوا يعني خدت طاقة، خدت باور، خدت نشاط. ففي الفترة دي في الحقيقة ما كنتش يعني ما كنتش قادرة بصراحة ان انا اعمل اي حاجة او فيديوهات زي ما قلت لكم. فاتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو بتاعي ده وتشجعوني ان انا ارجع تاني وان انا اكمل فيديوهاتي واكمل روتيناتي معاكم. زي ما انتوا شايفين بقى كده فتحنا الشباك وادينا له بقى تنفيضة حلوة، ودخلنا بقى الطاقة كده في الأوضة. وكمان الشمس كانت يعني في الفترة دي انتوا عارفين فترة الشتاء كانت الشمس مش قد كده، بس برضو بتغيري الهواء بتاع الأوضة. مسكت بقى كده كمان الموكيت بتاعي، نفضته بقى تنفيضة حلوة كده، لميته ونفضته وقلت بقى ايه اكنس الأوضة قبل ما ابتدي اروق او اغير الملايات، بحيث بقى لما تغيري الدنيا كده وتغيري الملايات ما تكنسيش بقى الدنيا بقى ايه تطلع تراب تاني على الحاجة اللي انتي نفضتيها وعملتيها. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى ايه اكنس الاوضه. وفي في الفتره اللي انا كنت بكنس فيها دي كنت حاطه بقى الموكيت كده في البلكونه شويه، وبعدين قبل ما ادخله قلت بقى اديله تنفيضه حلوه. زي ما انتوا شايفين كده مسكت الاوضه بقى روقتها. طبعا في فتره الصيف آه مسكت بقى الحمد لله كل حاجه روقتها، رتبت الدواليب، غسلت طبعا البطاطين، غسلنا السجاد، غسلنا. يعني الفتره بصراحه بتاعه الصيف دي انا عملت فيها مجهود كبير جدا. بس زي ما قلت لكم ما كانش عندي اي طاقه للتصوير. هتقولي يعني عملتي كل ده وما صورتيش؟ في الحقيقه ما صورتش، لان طبعا معايا اطفال صغيره، يعني بصي مش مديني الفرصة ان انا اصور. غير ما قلت لكم مريت بفترة يعني الحمد لله، يعني تعب على قلة طاقة قلة مجهود. يعني ممكن ساعات كده بتمر عليكي لحظات بتحسي ان انت مش قادرة تعملي اي حاجة، مش قادرة ان انت مثلا تصوري تعملي مجهود زيادة، ما بتصدقي كده تعملي الشغلانة وتقعدي. بصراحة انا مريت بالفترة دي. ف برضو مش قادرة ان انا اسيب القناة بتاعتي. قناتي طبعا الريتش بتاعها واقع جدا جدا، بقالي فترة كبيرة ما نزلتش اي فيديوهات. فاتمنى ان انتوا تساعدوني وان انتوا تقفوا جنبي وتشيروا الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وعايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان انتوا فارقين معايا في حياتي جدا. ومش معنى ان انا مش بصور على القناة، بل بالعكس انا نفسي اصور ونفسي انزل فيديوهات وكل حاجة. بس زي ما قلت لكم انا ما كانش عندي طاقة ولا نفسية، يعني حتى نفسيا انا ما كنتش مؤهلة ان انا مثلا انزل فيديوهات وكده. ف يلا الحمد لله، ربنا يا رب يصلح حالي وحال كل الناس، ويشفيني ويشفي كل الناس يا رب.
ويا رب يعيني ويعينكم على تربية اولادكم. زي ما انتم شايفين كده بقى بدأنا بقى نغير الملايات. وطبعا في الفترة دي طبعا كنا بنحط دفايات. واحنا كنا في الفترة دي، بصوا عاوزة اقول لكم ان احنا كنا ما بين الصيف وما بين الشتاء. يعني انا حتى في الفيديو ده لسه لابسة الهدوم الشتوي. فكانت الفترة دي ما بين الصيف وما بين الشتاء، فقلت كده اصور فيديو وبعد كده هغسل وهعمل. بس زي ما قلت لكم، الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. والحمد لله على كل شيء. وربنا يا رب يعيني ويعينكم يا رب على تربية اولادنا وشغل بيتنا يا رب. وان احنا كده ربنا يدينا القوة والصحة لحد كده من ودي ولادنا البر الامان ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بدأت اغير الملايات ونظبط الدنيا. في اليوم ده في الحقيقة كان ورايا مشوار، كنت مستعجلة حتى تلاقوني كده ايه عمالة اسرع في الشغل، غير كمان ما انا مسرعة الفيديو. كان ورايا مشوار بره ان انا هنزل برضو اجيب شوية طلبات. طبعا خلصت بقى كده الأوضة وفرشت الملايات زي ما انتم شايفين. وطبعا غيرت بقى كل الملايات، وكمان حطيت في الوقت ده دور في الغسالة. قلت بقى كده على ما اروح المشوار اللي انا رايحاه. في الحقيقة انا كنت نازلة اشتري بامبرز لغزل لبنتي. وطبعا انا مش بجيب من المكان اللي انا فيه، يعني ايه بروح مكان بضطر ان انا اركب مواصلات وكده، يعني بياخد مني المشوار حوالي ساعة او ساعة ونص على ما باجي. فطيب بعمل ايه مع ولادي؟ في الحقيقه انا بقفل عليهم. طبعا في ناس كتير هتقول انه خطر وازاي ان انت تسيبي اطفال. إيه، انا عندي غزل 2 سنين وعندي لينا 6 سنين. بس في الحقيقه يعني ببقى نازله، يعني ايه بحاول اكد على لينا خلي بالك من اختك، ما تفتحيش مثلا، ما تجيش عند الكهرباء، ما تجيش عند الفيش. مثلا ما تدخليش الحمام وتفتحي الحنفيات عشان اختك مثلا ما تبردش، لان كنا في فتره الشتاء. يعني بحاول مثلا ايه ان انا انبه بنتي. وزي ما اقول لكم بصوا هو ربنا الحارس. في الحقيقه انا ببقى طالعه وببقى يعني قلبي بيتقطع عليهم، بستجبن انا في مكان يعني مفيش معايا حد، انا متجوزه في بلد وامي في مكان تاني. فبصي بقى يعني هو بقى ربنا هو اللي بيحرس، والحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين انا كنت لسه حاطه التلفزيون في الاوضه، في اوضه الاطفال. انا طبعا في فتره الصيف ببقى سايبه في الصاله، يعني ببقوا بقى البنات بيلعبوا كده في الصاله. وطبعا انتوا عارفين الجو بيبقى حر وكده، ففتره الصيف بطلعه في الصاله، وفي الشتاء بكون حاطاه في الاوضه زي ما انتم شايفين كده. خلصت بقى كده وفرشت الملايات. وطبعا الدولاب بتاعي يعني مشيت ايدي فيه كده. انا كنت في الفتره دي بقى كنت ايه يعني كل حاجه بقى اقول ايه مثلا في فتره الصيف، انتوا عارفين فتره الصيف بقى بتبقى البلبطه بقى، وان انت يعني بصي ما بيهمكيش من الميه. اما فتره الشتاء فبنحاول ان احنا نقلل الميه كده شويه، وفي نفس الوقت لو معاكي اطفال بتبقى يعني ايه بتحاول ان انت الدنيا دايما تكون متغطيه كبطاطين كسجاد كستاير. فطبعا عشان البرد والاطفال وكده عارفين ان المناعه بتبقى ضعيفه، وبالذات لما يكونوا اطفال صغيرين، فبتحاولي دايما ان انت تقفلي وتدفي زي ما انتم شايفين. طبعا مسكت بقى الدولاب بتاعي في فتره الصيف برضو، طلعت الصيفي ودخلت الشتوي. وخلاص احنا جينا برضو على الابواب على الشتاء. برضو ان شاء الله هندخل الصيفي وهنطلع بقى الشتوي ان شاء الله على خير. طبعا الفترة دي طبعا المدارس دخلت، كل سنة وانتم طيبين. ويا رب يجعله عام سعيد يا رب على أولادي وأولادكم، ويجعله يا رب دايما بالنجاح والتوفيق لكل ولادنا يا رب، ويحققوا كل اللي بيتمنوه يا رب اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده بقى جبت الجردل بتاعي والشرشوبه، حطيت بقى شويه ميه وحطيت حبه صابون سائل الموجود عندك، حبه صابون سائل، حبه اريال. بصي بصراحه الموجود انا ما يعني بصي ما بختلفش على شيء، الموجود انا بستعمله. وكان عندي بقى معطر للارضيات كده كمان، حطيت حبه كده بقى، قلنا ايه نعطر الدنيا ونخلي الدنيا بقى ايه الروايح بتاعتها كده تظهر وتبين. زي ما انتم شايفين ده بقى ده كان معطر للجو، تقدري تستعمليه ان انت مثلا ترشي منه، وكمان تقدري تستعمليه كأرضيات. زي ما انتم شايفين كده بقى كنت بقى اديت الموكيت بتاعي بقى كده تنفيضه كده معتبره، وكمان رشيت حبه معطر. وزي ما شايفين كده بقى قفلنا بقى الشبابيك والدنيا بقت معانا زي الفل. زي ما انتم شايفين اهوت الدنيا بقت جميله. ويلا بقى تشجعي وتنشطي، حطي لي اللايك قبل اي حاجه، ما تنسينيش باللايك وشيري الفيديو وعرفوا كل اصحابك وحبايبك ان مولينا ابتدت تنزل فيديوهات تاني. وان شاء الله استنوني في فيديوهات احلى واحلى، كلها نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه ان شاء الله. هنا بقى كنت انا نزلت المشوار اللي انا قلت لكم عليه، نزلت بقى جبت بامبرز. زي ما انتم شايفين اهو ده نوع اللي هو سي بيبي، يعني اللي هو الشعبي. ده الباكيتة طبعا عاملة 170 جنيه.
وكمان جبت شاي ليبتون، ده لقيته سعره حلو، كان سعره 55 جنيه. وكمان جبت تمن بن كده. يعني ساعات بقى، يعني بصوا، ساعات اما احب اسهر كده فبعمل لي كوبايه. يعني انا مش غاويه قوي زياده عن اللازم، بس يعني ايه، بحب انه يكون موجود لما احب كده ان انا اكون بعمل حاجه وعايزه اسهر، اعمل كوبايه واشربها. زي ما انتم شايفين هنا بقى، كنت جايبه معايا سمك وانا جايه، وكنت شويه بره. في الحقيقه بقى ايه، قلت اشويه بره عشان يعني قلت بقى على ما اروح هيكونوا البنات جاعوا كده. وعملت بقى سلطه، وزي ما انتم شايفين كده قلت بقى ارتب الحاجه دي على ما الرز بتاعي، طبعا عملت شويه رز زي ما انتم شايفين على ما الرز بتاعي يستوي. ده كان الغدا بتاعي النهارده، وده كان يوم روتيني. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير. بحبكم في الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.